فمن هدي النبي عليه الصلاة والسلام يثمى أنه من هاية النبي صلى الله عليه وسلم يثمى غنج المكلة ميلا وياك تديول أكن تحمى يمكن نقراش تصروغي طافور هذا البوركان لا تحبين كن الماكله قريش كي تحبي اختك كنطلبوط موت شي غير كاين وتستحلي غير ذايا منها النبي عليه الصلاه والسلام صح وحيد الوقت يثمى يزمر العبد تيوالف يزمر العبد تيوالف تيقال تحبي كاين ولكن تسعى المضره تمقرن حتى لا طبا يثمى انه نفوا كان شتا ولا يثمى أن النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة من خينها في الناس إلا وتسعى الحكمة فميلا منها في الحاجة أنه الحاجة راح فضور وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وناس ذكية إن صح التعبير دنيثة مجلوك ذكية نعم المكلة حمى فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده عنها يقوم راه تغارب المكلة متسوى لها كنيا تركب فقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تطعمنا نارا يعني مش على مكن ويذ المثل العبد الذي تتسينك المكلة إلا نتصرو غاية الحمى وهي من المثلية منو اللي تتسين المكلة إلا نكن تصرو غاية واش تصر غفوة ذي سي شغلانيت منه الجهنم والعياذ بالله فالمؤمن يدي ورا غادي يشبه هكا يمانيس فالنبي عليه الصلاة والسلام يسولي فاسنيس دعا رب العالمين سينيس يا ربي وخش شيرا ثيمس اللهم لا تطعمنا نارا ولهذا الأطباء يثمر باش يتقارن الأطباء لأنك وين يتشان المكلة تصرو غاية إلا الفرق مرادني تحمى العالي تكان كايا الصارة تصمت مادني المكلة تصرو غاية باش يتقارن قرنك سعى المضرة من شفان بنادم الحاجة ثم زوارف تصيب بقرحة اللسان والفم يعني غير تصر غير سيش واللسان يثمى أكن يسقى يسعى الغشاء إلا الرقيقيث الأغشيانس رقيقيث يعني غير يسقارن شديد الحساسية ما إلا يرغان ليس وما إلا يصلح يول كيسقارن الذوق لانه زمر يروح يون ليكو زمر يروح يون ليكو ما الا يروح هاك ليكو اي شي مره مرزيت فالاغشيه غيثما حساسه جدا وقالوا كذلك الاطباء انه يصيب صعوبه في الهضم يجغداني كتقطع تضرط واصعب من ذلك يثما اخي عافينا ربي أنه قال يسبب سرطان المريء يخدم هذا العياذ بالله الكونسير يجغدان مقرع ما غاسو كان العبد ذي والف إنه متحبين الماكلة كنت تحمكن ولكن المضر ينس مقريز فثيم من حكمة أنه النبي عليه الصلاة والسلام أخي هو في الحاجة ولكن المستقبل قلت عالم من العباد لأن المشرع يثمى اسمه هذا الشرع الحاجة غاسولو كان قال وقت نين الصحابة وتحوفونا راه غادي عالموا مستقصينا راني واشو نوني ما إلا غير حرمصنا ربي غير حاجة إلا ودينين سمعنا وأطعنا تحوج راه نفهم ضر ربي يجزر نصلاح هذه القاعدة غاسو كانوا تيقبل راه العقل ونحوج راه نفهم لأنه العقل نغم الزيف ربي يجزران تحوج راه نفهم ربي يحرمك سوما حلوف يحرمك سوما حلوف قال وقت ني حوايجنا راه فهمنا شو تيوغنوك سوما حلوفين ولكن ترى من حقد الوقت انه غاك سوما حلوفين والعياذ بالله يسعى كرا ندوده ذاك السبب السرطان والعياذ بالله عاشو كان ترى بدان الوقت لا تكنولوجيا الا كيسقال خدمنا نوع من التصفيه ما كتكسناش ولكن يحتمل جدا انه اديلي غزيز فهي من حكمه الله عز وجل. ثم ثانيا نسعى كني يوصل الطبيعه انه مردنا في الماكله تحمى هكا كان يتسفى في الدخان يسكا لا شو غيش نخدم صوتيس وهي الله غلط
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام. إنهى النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنفخ ديال الماكلة، يعني الصوتيت باش زعما غتصمت، وينهى فلاس النبي عليه الصلاة والسلام. واش ينهى فلاس النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلاك الوقت نور علمنا هذا شو الحكمة ثورة ومشرع مع دينين الشرع الصحابة وتحوفنا نفهم. إنهى النبي عليه الصلاة والسلام ونفخ راك الماكلة ونفخ راك الماكلة، ولكن ثورة لا الوقت التكنولوجيا الطب دا، فقالوا أنه من أضرار النفخ في الطعام أنه العاب مرض ينفخ الماكلة أنه يتفاق ذاك نسقار يقول حريني الصوت نوع من البكتيريا اللي فيروسيين إلا يهلك زيسنت بنادم. فغيناك اسم مرض ينفخ كي الماكلة راحة الماكلة سهلك طف وما تشيت الماكلة راح تصهلك تيمانيك. ولهذا غيثما غدناف حتى كتيسيت لعب مرض السوء أنه من الأدب يثما ثير ضبور في التربية نرفديتي دا لجدودنا والجدودنا غيثما أسمر هذا وين شرع تساوين تيد عن دين توربان في الدين أسمر ديني غمي مرة تروح تتصوت وتسرر نفسك أزداخل أكنا خطي غيكون تسرر نفسك أزداخل. ترى بعض الناس أكيني وتسرر نفسي وشو لأنها تعقو قال كيما إلا غيسوا زيس وتسغار زيس، ولكن يقول تسرر النفس أثقران تنيغنا غطاس نيغنا وتسرر النفس غورس، وهي إنها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. ليش ما هذا الشيء وزيون وريد تسرر النفسيين سعطاسني سي كذلك من بينها إيواشو مرة ترت النفسي عطاسني كذلك النفسي دائما يحمل نوع من البكتيريا البكتيريا إلا فيه وفيه من الأمراض. وأولا ثانيا التربية ذي الأدب ترى العبوري تحب راه غادي يسوق كنيسقار قطاسي سويت الشيء بالك كنيسقارن ثورة كنيسقارن نعلم يونس مرادي لي غيهليش ودي ورا غادي يسوق يون قال الماكلة ناغ كتيسيت ناغ قال الكاس ناغ قطاس عندها يتشاولنا لأنه النفس نزمر أكي سهلي ونزرى غيثما قال وخي كورونا غيخي عافي ربي أنك مجرد النفس إنقل لهلاك وايد يتسدو لهلاك وايد نسدو مرة استكمامين. فثي من الحكمة حتى يولس مرة ذي عالم أنه غيهليش مرق ديني كي الصوح القرآن تنسى ما خاطر ينسى سهلي شو بل الشيء أصلا وستقرر كي الصوح القرآن تني بالك يهليش أمشي هذا السيوان يقال النبي عليه الصلاة والسلام وين من الأدب هذه السوم ثلاثة بردان إيواشو أولا باش كان غادي يسر ذي حاجة ثانية نس يعني غادي يسو هكا يستعفو يعاود هذه السو يسنوفس وغادي يعاود هذه السو. أما ما يلي تفيس كان هكا وين من الأدب إلى نسخطات النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدب كذلك يمكن لكي أنه النبي عليه الصلاة والسلام وهي معلوم أنه يمسلم إلى المرة ذي عدي غاديش أقبل أراذيش رشرة ديني بسم الله اسمي ربي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحفظ ابن عباس رضي الله عنه في الناس عندما يسنا كنظن زيان يا غلام مرة الناس مرة تعطيت صحة الشكل إنك بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لأنه العظمة إلا غيعدى غيتشا إن بسم الله ويتسارى ذي الشيطان. فلا قلاب كني عيث ماقيون الوقت دابور قل الوقت لكن يسقار من الغلا البركة ولاش نرنا ونسمى ربي تسمع
هذاك هو كان هذه الصباح العشاء وري رقارة. فكل بيمينك وذي تشوف سيفوس. هي كذلك اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه الشيطان يتس شوفوا صزرنا دائما العبد وريد تشبيها راه يمشوا منه، وريد تشبيها راه مشواطن دائما هذا يلين المؤمن. ثم وكل مما يليك فهي كذلك إثما. قال النبي عليه الصلاة والسلام البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافيته ولا تأكلوا من وسطه. لين توصي ابن عباس رضي الله عنه وكل مما يليك. شو معناتها وكل مما يليك؟ فراني غدا يثما راح الحاج معليش تفضل. الحاجة غير لنقا ثمينك اش نقالك يعني قد شكل جهينك اتشك ثمينك امشي راه تشتك ثمينك مشي راه تشتك الجهينك ثي ثورة مو تنسعار ولا شيت ايوا شو تنسعار ولا شيت كل يوم السيمانيس زيك يثما الجدود المغزيك تشان رواي ايوا شو تشان رواي لا زيك يمكنني نشهد يثما وما ادراكم شنو ولايه بارك ديما قرانا نسقيو نطبسيو إسعة 6 7 الدريا عندي جماعة كيون نطبسيو هكا هي تشرب بسم الله والله ريت تغيمات والله ريت تغيمات الخير. معناتها كل مما يليك يعني تتسالك الماس اش كثمايك يعني كاع هذه الماكله اللي ديك ماشي غير تصوتي ديك الساعه عارفين كينا. فكل مما يليك العبد هذه كثماينس كل يوم هذه كثماينس البركه اللي يتلمس مفروح البركه اللي يتلمس كل شيء يروح. الشاهد مسايبها غادي غيثما ثي وكل مما يليك. ايوا شو ثورة البركه ولا شيت كل يوم يتسكت مجنون في مانيس كل يوم يتسكت مجنون في مانيس ومع ذرنياس ما ينوري السماره ذرنياس ولاش القناعه ولاش البركه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يثما ثي من بينك نسقارن البركة من اللي نتعيش زيس الجدود النار يعني سبحان الله. نعم يعفو ربي سبحان الله زريت ويتغيماد الخير وتتسن بالك يتغيماد ما يوازكوين الله أكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال البركة تنزل وسط الطعام فكل من حافيته ولا تأكل من وسطه. كذلك إثما أدر نغثا قطيين إلا يعني معظم يخامن شكتين دزيز وأوى أنه خلا يرقزن شكتين الخالات نسل وشو حاجة من المكلة والسنارة السو مكنة يسليريت شك مرة تعاليتي تمساش شك مرة تعاليتي تملحان وربنيني تارا وتواتشايرا. وي أولا ذا الحق ورقاز أنه ثمطوفيس أتسو السعد الماكلة أديج ما إلى خماز الحاجة العالية. ولكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يعيب طعاما بمعنى أنه لا يعيب طعاما أين يفنغذيش أكيد كان جدودنا أنا خطير ولا ما تشريتنا يثما وتشان روانا وحمدنا ربي أين يفنغذيش ثورة أخلاقيون الوقت يثما وينكو يعجب راوية وينكو خدمي دوية وينكو شي تخدم طراوية إذا قشك الجمعة غيتخدم توية ومع هذا مشاكل. وكان لا يعيب طعاما فإن أعجبه أكله وإن لم يعجبه تركه. ما إلا من عجباس يتتيث ويتبين إذا كان يشتاق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ندنا الدرس وسنيغ النبي عليه الصلاة والسلام يتحب ثغسيث. أحد من الصحابة رضي الله عنه فلاس يعطي دا خميس يخمس ثغسيث شو دي نوصح بين الذي يضرب في الناس كان يتتبعها يعني غيني غتوصيني إلى تغسطني تبعيتي كيف سيوث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما رضيش تغسط هي يقال هذه شجرة أخي يونس
هذا خي قد سيعدان في قصة يونس عليه السلام وشو رب العالمين اسم غيسد شجرة من يقطين شجرة تغسيث وشو لأنه سعى الفوائد لفيتامين إلى آخره الدواء الماكلة المأوى إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتبين ولكن وين مستعجب على الماكلة ولتعيط في الدخلاس تعيط إلا النبي عليه ما تعجبه سيتش مستعجب على وتتسارع ثورة الوقت ما تعجبه أتشيت مستعجب على إلا تساوي القبرة غادي يروح هذه تقبرة إنسان خاطئ بلدي ولي غاخا ميتشا قبرة ولا ما يسقسى مرة شوي تخدمتنا شوي تخدم طالع ولا إلا تساوي فهي من نعم الله عز وجل الحمد لله. فثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يثمى العبدوري سهرة بعد ما رضيش غادي يحمد ربي لأنه ويا من شكران النعم لا عبدك حمدنا ربي لا عبدك شكرنا ربي أزدرنا ربي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا اسم هذه الفكرة هذه فك العبد الماكلة اللي سالي كنيس قارن الدعاء أيام غادي يحمد ربي الحمد لله خيس الحمد لله خيس راسو كان أكاينش لين بصح خدمت وزلت كنيس قارن هذا الشيء غير السبعة فغير تقطيط ديكير ولكن فيك ربي نصحاني شوي شوي تزات سدوت تسقط تخدمت الحمد لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه وين رديني الحمد لله من بعد ما راديش أكدي بارك ربي وذرنو غاشي عفو ربي دشرة ثرنوت أكدي بارك ربي وذرنو غاشي عفو ربي ففيه مر غيثما تيجي غيثما مرة من نعم الله عز وجل. على كل غيثما وإذا اسمك سكان نغدي يثمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو معلم البشرية جمعاء. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.